بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة البطل الروماني. هنا غلام معه 5 أرغفة وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ يوحنا 6. رسالة النهاردة من أم المعونة، أمنا العذراء جاية برسالة بتقولك اطمن، ما تخافش، بلاش تكون بالشكل ده، قلقان وحزين وبتحسبها كتير، وكأنك لوحدك وملكش أب ولا إله عظيم وقدير. ليه كده خايف على طول وبتفكر كتير وبتدور شمال ويمين زي ولاد العالم بالظبط؟ اطمن وبلاش اللي انت فيه ده، لأنك انت مش أي حد، ده انت ابن القدير، انت ابن ضابط الكل اللي قدرته غير محدودة، واللي دايما بيحب يفرح أولاده ويرفع عنهم كل هم وحزن ولاده المتكلين عليه من كل قلوبهم. انت كمان ما تخافش وثق فيه، وما تعملش زي ما عمل القديس أندراوس في الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا، لما كان فيه ناس كتير ماشية ورا السيد المسيح ومتجمعين حواليه، لما شافوا بعينيهم المعجزات الكتير اللي عملها من شفاء أمراض وإخراج شياطين، وكان رب المجد عايز يأكلهم، فسأل نجيب منين خبز علشان نأكل الجمع الكبير ده؟ فرد عليه فيلبس وقال له ما يكفهمش خبز ب200 دينار. فرد أندراوس أخو سمعان وقال هنا موجود ولد ومعاه 5 أرغفة وسمكتين، لكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ يعني هيعملوا ايه ولا هيقضوا مين؟ دول يدوب 5 أرغفة وسمكتين، والشعب كانوا 5000 راجل، من غير حتى عدد النساء ولا الأطفال. هو فعلا معها حق، لأنها حاجات ما تنفعش تتحسب بالعقل، لأنها من وجهة نظرنا مستحيلة، صعبة ومش معقولة، ومهما فكرت مش هتوصل لحل. وده كتير فعلا اللي بيحصل بتفكيرنا وبعقلنا. بنقول ازاي ده أنا على قدي وإمكانياتي قليلة وصحتي مش قد كده، ودايما في النازل، وشكلي مش أجمل حاجة، وذكائي محدود قوي، حتى تحصيلي ضعيف، وحاجات كتير بنقولها لنفسنا زي كده، نقف قدامها ونقول مفيش فايدة، مستحيل، لا يمكن، ده صعب قوي. بس الحقيقة إنك ابن الله القدير، الله العظيم اللي دايما بيعمل في أولاده. بس ثق فيه واتكل عليه من قلبك، وحط كل حاجة بين ايديه، واتعب شوية واعمل اللي عليك، وسيبه هو بقى يعمل اللي عليه. ريح نفسك وحط القليل اللي انت بتتكلم عليه عند أبوك السماوي. حط إمكانياتك وقدرتك وقلة حيلتك عنده، وقول له اتصرف يا أبويا، قول له اتصرف يا رب في كل ما ليا وحياتي كلها. تلاقي ربك وإلهك القادر على كل شيء يشتغل معاك ويرفعك ويعليك ويسندك، ومش بس كده، ويديلك حسب مجده وغناه من مخازنه الكتير. تلاقيه يديلك طلباتك وأمانيك، تلاقيه يديلك أكثر جدا مما طلبت أو حتى فكرت. وزي ما بارك في ال5 أرغفة والسمكتين،
والكل بقى مستغرب ومتعجب إن الخبز والسمك كفة وفاض 5000 راجل، غير النساء والأطفال، وفاض كمان 12 قفة من الخبز. انت كمان يا ابن يسوع الغالي، يا ابن ضابط الكل، مش هيسيبك، هيشتغل معاك بقوة وهيتمجد فيك، هيتمجد بكل القليل اللي معاك وهيصيره كتير، هيبارك في كل مليك، هيبارك في صحتك، هيبارك في إمكانياتك، هيديلك نعمة في عين كل اللي يشوفك ويتعامل معاك، هيملاك بقوة عجيبة وثقة لما تستغرب انت نفسك، هيبدل حالك، هيديلك فهم وحكمة ونجاح في كل شيء فوق ما تتخيل، نجاح في المذاكرة، نجاح في العمل والشغل، نجاح في كل طريق تمشي فيه وكل مشروع وكل موضوع. أبوك بيحبك ومش هيسيبك إلا وانت فرحان ومرتاح البال ومتهني، يعني اطمن على الآخر وما تفكرش، وسيبها على اللي عمره ما سابك، وتأكد إنه هيدبرها، هيحلها، هيسيرها ويخليها على أحلى حال، وكل اللي جاي معاه أحلى بكتير من كل اللي فات، كل اللي جاي أفضل وأجمل، مليان بركة ونجاح وفرح. ده كل خطواتك اللي جاية متأمنة، كل حياتك اللي في إيد إلهك مرتبها ومظبطها على أحسن حال، بس انت ثق فيه وصدق وآمن بقوته وقدرته وحبه ليك. اطمن لجمال تدابير حبيبك يسوع. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بركة وفرح ونجاح بشفاعة أم النور اللي دايما بتدبر الأمور، أمنا العذراء مريم، وبشفاعة حبايبها الكتار قوي من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة العظيم في الشهداء ماري جرجس الروماني أبو دم حامي سريع الندى، قناة البطل الروماني.